يوم 15 سبتمبر سنة 2008، والعالم على وشك أن يمر بأحد أهم فترات الانكماش الاقتصادي من وقت فترة الكساد الكبير. سوق الإسكان بينهار، البنوك بتفلس، أسواق الأسهم بتنهار في جميع أنحاء العالم، والقطاع الخاص بيتضرر بشكل هائل. لكن ثانية واحدة، إيه السبب اللي ممكن يثير أزمة كبيرة زي دي؟ معظم التقارير اللي صدرت كانت أصابع الاتهام بتتجه نحو فقاعة الإسكان اللي انتشرت في أمريكا، واللي كانت مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر وممارسات الإقراض غير المسؤولة. لكن إزاي نكون بنحاول نحل مشكلة إسكان بيعاني منها معظم العالم وتكون هي السبب في الأزمة المالية اللي العالم مر بها في 2008؟ طب خلينا نفهم إيه الأسباب وإيه اللي حصل بالظبط عشان نعرف النتائج اللي وصلتنا للأزمة. بعد هجمات 11 سبتمبر سنة 2001 خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفايدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وده شجع الناس للحصول على قروض عقارية وشراء منازل. على الجانب التاني بدأت البنوك ومقرضو الرهن العقاري في تقديم قروض للمقترضين أصحاب الدرجات الائتمانية المنخفضة واللي دخلهم محدود، ودي ممارسة بقت معروفة باسم الإقراض السنوي أو السبرايم ليندن. ده أدى لتوسيع نطاق الناس المحتملين اللي هيشتروا، وبالتالي هيكون في زيادة في الطلب على المساكن، وبالتالي هيؤدي لارتفاع أسعارها. ومع استمرار ارتفاع أسعار المساكن بدأ الكثير من الناس يبصوا للعقارات على إنها فرصة استثمارية مربحة، وده أدى لزيادة المضاربة، وكان المستثمرين اللي بيشتروا البيوت بيقلبوها بسرعة عشان يحققوا ربح سريع. كل ده أدى لزيادة الطلب وزيادة الأسعار. طبعا الحكومة كانت لازم تاخد قطعة من الكيكة، وكانت بتدعم شركات بترعاها زي فيني ماي وفريدي ماك عشان ينمو سوق الإسكان من خلال شراء القروض العقارية من المقرضين وضمانها، وده سمح للمقرضين إنهم يصدروا المزيد من القروض. كل العوامل اللي فاتت دي خلقت دورة أدى فيها الطلب المتزايد على الإسكان لارتفاع الأسعار، وده شجع بدوره على المزيد من الاقتراض والإقراض. انفجرت الفقاعة في النهاية لما بدأت أسعار المساكن في الانخفاض، وتخلف عدد كبير من المقترضين عن سداد قروضهم العقارية. في النهاية ده أدى لخسائر كبيرة وانهيار للمؤسسات المالية زي البنوك والشركات المالية الكبرى اللي استثمرت في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لأنها لقت نفسها بتحتفظ بكميات كبيرة من الأصول السامة وواجهت الإفلاس. وبلغت الأزمة ذروتها في النهاية ساعة الانهيار الاقتصادي سنة 2008. مع تفاقم الأزمة توقف النظام المالي العالمي، تجمدت أسواق الائتمان، واجهت الشركات صعوبة في الوصول إلى رأس المال. كان لكل ده تأثير الدومينو على الشركات اللي اضطرت لخفض التكاليف وتسريح الموظفين، وفي بعض الحالات إعلان الإفلاس. وأكثر قطاعين تضرروا من الموضوع ده قطاع السيارات والبيع بالتجزئة. لكن التأثير ما وقفش لحد كده، تعطلت سلاسل التوريد العالمية وكافحت الشركات للتعامل مع انخفاض الطلب والقيود المالية. وطبعا صغار الموردين والمصنعين اتأثروا جدا، وفي منهم اللي أفلس. كشفت الأزمة أيضا عن نقاط الضعف في نماذج الأعمال وحوكمة الشركات. واجهت الشركات اللي كانت بتعتمد بشكل مفرط على الديون أو لديها ممارسات إدارة مخاطر ضعيفة أعنف العواقب. سارعت الحكومات حول العالم لاحتواء الأزمة. في الولايات المتحدة تم تنفيذ برنامج إغاثة الأصول المتعثرة TARP لإنقاذ البنوك المتعثرة وتحقيق الاستقرار في النظام المالي. خفضت البنوك المركزية أسعار الفايدة، قدمت الحكومات حزم تحفيز لإنعاش اقتصاداتها، ساعدت هذه الإجراءات في منع الانهيار التام. لكن طريق التعافي طويل وشاق. كان الانهيار الاقتصادي العام 2008 بمثابة رحلة سامة هزت العالم، سابت تأثير واضح على الشركات وعلمتنا بعض الدروس القيمة حول المخاطر والمسؤولية والمرونة. لعل أهمها، أولا لا يمكن المبالغة في أهمية الإقراض والاقتراض. وضحت لنا الأزمة الاقتصادية أن السلوك المتهور من قبل البنوك والمقترضين يمكن أن يكون له عواقب كبيرة. ثانيا تحتاج الشركات إعطاء أولوية لإدارة المخاطر والمرونة المالية، يعني امتلاك محفظة متنوعة وميزانية عمومية قوية وفهم واضح للمخاطر المحتملة يمكن يساعد الشركات على مواجهة العواصف المالية. أخيرا أبرزت الأزمة الحاجة لمزيد من الشفافية والمساءلة في القطاع المالي. في النهاية يا صديقي، افتكر دايما إن للتاريخ طريقة لإعادة نفسه إذا ما تعلمناش من أخطائنا. خلينا نتأكد دايما إننا بنطبق هذه الدروس في أعمالنا وحياتنا الشخصية عشان نخلق مستقبل أكثر استقرار وازدهار. ودمتم في أمان الله.